مرحبا. هكذا كانت ردة فعل شاب جزائري بعد مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الأرجنتيني في بطولة أولمبياد باريس 2024. ودائما ما يتحدث هذا الشاب بصراحة عن أداء المنتخب المغربي بعد كل مباراة، وليس اليوم فقط. لنستمع ماذا قال. قشدك لقجع مؤامرة كولاسة، لقجع شاري الكاف، شاري أولمبياد، شاري الدنيا كامل شراها. المنتخب المغربي ينتصر على المنتخب الأرجنتيني بالنتيجة والأداء، وينتصر على الحكم بمساهمة لقجع. لقجع داير كل شيء، لقجع شرا المقاملة، شرا هذيك، قال للجمهور خرجوا خليوني نكمل هاد 3 دقائق نصفي معاهم. عيط للحكم، الحكام عيطوا للقجع قالوا له راه تسلل الاخر دار شرك، يا زرير روحك، زير روحو منا وقال لك تسلل. المهم لقجع داير كل شيء، برافو لقجع، نستعرب بك لقجع، راك خدام بلادك. هذه هي كرة القدم، منتخب اولمبي، منتخب عالمي، وان شاء الله باذن الله يوصلوا للنهائي. علاش؟ لانهم لعابه عالميين مركزين، الناس تخدم، وواحد حاضيهم في لاباجات وتلفت لهم في الاولى قالوا النتيجه دودو، الناس مشاو يكتبوا، الصحافه تزيقوا عندنا مشاو يكتبوا فرحانين. هي انقلبت الايه وهما ولاو يدبروا لها الاسباب، قال لك لا ومنا والحاول هذاك الهدف مشكوك في امره ونورمالمون ماشي تسلل. شوف اخوتي كيفاش داير الدعوه، ودي راني نقول لكم، انا نقسم لكم بالله يا صحابه الزيكو الا غادي تموتوا بالقنطه. المغرب في العالميه يدير حاله، في العالميه يدير حاله، بصح من يجي يلعب مع كريل مع جزائر افريقيا ما عرف كاع صرالو، كريل مع يتلفلو، بصح في العالميه هو الاول. كاس العالم الدومي فينال في الاولمبياد ان شاء الله يلعب في ساندوني هنايا ونمشي نتفرج لهم النهائي. نقسم لكم بالله ان شاء الله راه ساندوني غير قدامي، الا ما تفرجت النهائي ونقتلكم بالفقع يا صحافه زيكو، هاوجها وجهكم ان شاء الله باذن الله النهائي، سواء مع فرنسا ولا مع اسبانيا. المهم نضربوا اوكرانيا ويبان لنا البلان دومي في الربع النهائي تكون مع الثاني في المجموعه ديال فرنسا، ومن تما لهيه ربي يسهل تبقى لنا نصف النهائي وفي الفينال نصف النهائي يدخلوا يلعبوا في باريس. المهم صحافه زيكو اليوم ما نعرف كاع اللي كيفاش غادي تباتوا. ها الحكم زاد 15 دقيقه، هذاك الحكم ما فهمتش انا كاع كي صرات 15 دقيقه، ما فين شافها غير هو، تا واحد ما شافها. من بعد نجي لك سكيتيوي اصبر. المهم راني نهضر عاد من بعد نولي لك سكيتيوي نحلوا شويه المقابله. عجبوني المنتخب المغربي مركز، ولكن اخو ماش مين خرج اخو ماش، اخويا بان ديفو بزاف هذيك الجهه ديال اخو ماش لاعب كبير، واخا هو دخلوه هذاك كيشطا ما تحرك ما شاء الله، ولكن الزلزولي بعيد على المستوى ديالو. الزلزولي بروبليم ديالو، النيفو ديالو طاح هذا العام، خاصو العام الجاي يولي يتحرك وخاصو يولي لفرقته ويتحرك ان شاء الله ويختم على راسه. برافو رحيمي عاود مركا، وبرافو الخنوس، وبرافو. ولكن اللي عجبني انا قلت لكم بريمير واحد في ليكيب ناسيونال ديال المغرب اخو ماش، ما نكذبوش. المحمدي عاود دار حارس مطرطق، المحمدي ما نكذبش عليكم، لاقى بزاف وما شاء الله عليه، وحارس اللي ما شوف شحال هو مظلوم، وربي جابه الاولمبياد باش غادي يلعب وممكن يوصل للنهائي ان شاء الله باذن الله يتفوق. المنتخب المغربي على جميع الخطوط، الخط الوحيد اللي كان ضعيف وسيرتو في الشوط الاول، الشوط الثاني حسناه، ولكن سكيتيوي راك تبان لي ما كانش الشوط الثاني ما تعرفش تجاري. الشوط الاول هو دفاع المنتخب المغربي كان مهلهل، العزوزي هو اللي كان شويه يجر روحه، ولكن حكيمي كان معاهم، حكيمي يزيدوه ما دار والو في الشوط الاول. المهم الشوط الثاني شوط المدربين، سكيتيوي ما عرفتش انا علاش ما يركزش مع الحكام كما كان مركز ماسكيرانو يسكي صباح العشيه مع الحكام، ماسكيرانو ضاغط على التحكيم، وسكيتيوي يتفرج كانه يتفرج مقابله عاديه. سكيتيوي راه هذه راه اولمبياد باريس، ولا ما قادرش هذوك اللعابه جاو كبار عليك، خلي شي واحد اللي قادر، ماشي تجي حتى لنص المقابله وما قادرش انت تجاري مقابله. الدوزيام ميطو راه ديالك، الدوزيام ميطو ما فهمتش كي صار لك، راه لو كان تعادلوا كان بسبابك، بالاغلاط ديالك، بالاغلاط ديال الفاتحه، ما تعرفش دير لي سونجمون، تخربقت، خرج لك اخو ماش تخربقت، زيد الدفاع، انت عندك مدافعين، بوكامير نورمالمون يلعب قدام الزلزولي، ودخل مدافع يلعب باليسرى الى يكون شويه قاصح، بصح انت تلفت. المدافع الطروا في بريمير ميطو كاين خارج التغطيه. علاش هو بن صغير ما بانش؟ لانه لي تريونغ بان بين الطروا وبن صغير ورحيمي ما كانش تخدم في هذيك الجهه هذيك والو، ميته. علاش؟ لانه الطروا ما كانش يتحرك، الطروا كان ميت بريمير ميطو. دوزيام ميطو دار شويه ولكن الغالب ما يقدرش،
راه كاين تلاقى شويه مع الارجنتينيين مازال، وكان تلاقى عاد مع القدام مع لعابه كبار في هذيك الجهه راه ياكلوه. وهذه هي اللي خاصك يسكيتي وتركز عليها. راه اللي سلكاتك فرضيات ديال اخو ماش، راه اللي سلكك الفرضيات ديال اخو ماش هذيك اللقطه اللي داروها البنت الاول العالمي اللي دارها هو وخنوس، وخنوس السونطراج ديالو كان مطرطق. بصح باش تجي نتايا تبقى حال فمك وتفرج فيهم هكا راه ما غاديش تكمل البطوله نتايا، راه خاصك تخدم. ماشي هذا ماشي تفرج فيهم وعاطيهم وصافي وانطلقتو. رحيمي ريتو خرجت ما عندكش الديبلور ديالو، ريتو خرجت ما قدرش يكمل البريمي ماتش كامل صافي. ماركا ما قدرش. مي خاصك تكون عندك شويه الشجاعه، دير دوبلور سواء تخرجه هو ودير واحد ميليو تيران وتبقى تلعب بلي كونتر، دير شويه لعبه سرعه لانه ريتو خرجت طلع حسن العون ما قدرش. كمل الماتش كملوا بستارتي. اللعابه اللي كرومب اللي طاحوا بلي كرومب العزوزي ولا اخو ماش راه الله يحسن العون، لانه ما خدموش فيزيك، واول مقابله بالعوده ديالهم بالتدريب راه هذا هو البروبليم اللي طاحوا فيه. مي راه غادي تلاقى الماتشات قدام، غادي تلقى ماتشات قويين، راه خاصك تزير راسك، خاصك انت تخدم على راسك. ما تبقاش تسنى نتايا ماسكيرانو يسقع الحكمه الرابعه كاليها وانت تتفرج كامل تزاد 15 دقيقه. يقولكم ما سلككش القشع كيف سلك؟ كل ما انا نضرب معاك ونيشي كل ما سلككش القشع كيف سلك انت؟ المهم المنتخب المغربي راه شوف راه نتايا والله العلي العظيم يمكن غادي دير شي انجاز غير بسميت بالاخر بسميت اللعابه وصافي. انا الطريقه اللي لعبت فيها في الدوزيام ميطو لانه الدوزيام ميطو ديال المدرب، انت بقيت غير تفرج داير هكذا وتفرج مصايب لا تحلها هاك ولا تمشي تهضر مع الحكم تشجع تزكي شويه، ولا تمشي دير لي سونجمون اللي تولي ترونفورسي بهم ميليو التيران والدفاع باش ما يضغطوش عليك، ولا بقيت غير تفرج. بوشواري مدخلها دقيقه 89 واش غادي يعطيك؟ دخل مسكين بقى تالف بقى غير يجري ما عارفش. بوشواري نورمالمون يدخل شويه قبل باش يشد لك الكره ويهرس لهم اللعب وكل شيء لانه هو يشد الكره، ولكن مدخلها في 89 واش باقي المسكين 90 يعني هذوك الدقائق اللي زادوهم دقائق غير ديال تشنجات، واحد يطيح هاك واحد بسيب باش كانوا يكتلوا الوقت. ولكن انت باش تدخل لاعب تدخلوا في دقيقه 75 ولا 80 او موا باش يشد راسه باش من يدخل في الريتم كيما دخلت كيشتا دخل شويه بعيد شد الريتم. ولكن بوشواري مسكين راه فنان، ولكن حصل من دخلته انت ما ساب والو. الغالب عندك جوا يعني عندك لعابه فنانه. انت من شفت الجهه ديال بن صغير ميته بريمير ميته وما قادرش دير لها حل، والولد تكره تخنق تجاهدر مع حكيم لانه تزير مصايب لا يولي الدفاع ولا يمشي للميلو لانه الميلو ما عاونه وهذاك الطروه ما عاونه ورحيمي عاود ما نتكلش عليه لانه رحيمي هو مشيت اخو ماش وحكيمي بقى يميل غير هذيك الجهه ما جاش عاود رقود عنده يعني تما تلفت له مسكين هو واش يشدها ويدخل بوحدو كيفاش يدير باش غادي يلعب معايا يلعب اندو باش يهرب مع من غادي يلعبها. خاصو هذاك من يوقف خاص التسعه يا اما يقرب له يا اما الميليو تيرا يقرب له باش يورك عليه ويمشي. هو على مكان هو تاع واحد سيرتو بريمير ميطون نسيت نخنق وسي نورمال ما يعطيكش. مي خاصك تحل المشكل يلعبوا هنا تريونغ ويلعبوا هنا تريونغ على الجهات ما يميلوش غير الجهه ديال الحكيمي وهاد الجهات بقى ميته كيما صرا لها المنتخب ديال المنتخب ديال نفس السيناريو. الجهه ديال زياش كانت محركه جهه منها كانت ميته حتى جا بن صغير وقيميل عنده اوناحي وتحركت يعني الناس غدور تحرك لجوج جهات باش تهاجم ما تهاجمش بجهه واحده يهاجم بجهه واحده. ايوا تلاقيت مع واحد الطروه صحيح اون صحيح صافي يموتوا لك الحلول تبقى تفرج في هذيك الجهه تموت لك هذيك الجهه يرقدوها تموت يقراوها يحفظوها. كيفاش دير؟ راه خاصكم تقراو السيناريوهات. قال الجهه ديال بن صغير ما خدمتش نخدمها. علاش ما خدمتش؟ لانه الطروه ما يلعب ماشي بوست ديالو لانه الميليو تيرا الاخر كيقولوا له الخنوس ما كانش يمشي عنده راحمي ما كانش يولي دوماندي عليه لابال باش يدخل. هذا هي خصني نهضر مع هذا هو الكره. تجيش انت تورينا في الكره طريق سكيتيوي دوزيام ميثود ديالك بقيت راقد. المهم الحمد لله انتصار على منتخب كبير كالارجنتين
وانتصار هو اللي يعني يمهد الطريق ويبين الطريق للفوز بهذا الميداليات ان شاء الله. شي ميداليه علاش لا، وتكون ميداليه ذهبيه علاش لا، راه منتخب مغربي منتخب قوي ومنتخب محترم. ولكن الا عرف طريق سكيتي كيفاش يجاري المقابلات اللي راهم جايين يمشي بعيد. ما عرفتش كيفاش غادي يجاريهم غادي يبقى يتفرج، يبقى يستنى القجع يخدم عليكم. راه خاصك تزير راسك محمد. لا صافي هاد الزيكو هاد الليله باتوا بلا رقود. يلا السلام عليكم، تهلاو في راسكم، ولا فيديو لاحق ان شاء الله.